الكلمة الآن السيد ميسوم رحو، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس الحكومة، السادة والسيدات الوزراء، ممثلي أسرة الإعلام، السادة والسيدات النواب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني لمعالي رئيس الحكومة ومعالي الوزراء على الثقة التي وضعها فيهم فخامة رئيس الجمهورية. بداية أبدأ المداخلة بما يلي: أي برنامج مهما أوتي من توفيق فهو يحتاج إلى استدراكات وإلى التحسين، ونحن في تكتل الجزائر الخضراء نسجل أن هذا المخطط طموح ثري ويحمل كثير من الإضافات ويستجيب لكثير من الانشغالات المواطن، ولكن في غياب رؤية واضحة، وهذا ما يفسر أن معظم محاور المخطط لا أجال زمنية لها للإنجاز. زد على ذلك وهي تفتقر أيضا، المحاور هذه تفتقر إلى لغة الأرقام ولا يوجد ميكانيزمات وآليات للمتابعة. أضيف: نعم، نسجل إيجابية أخرى في هذا المخطط، أنه كتب بلغة عربية سليمة واضحة، ولكن أقول وألفت الانتباه ونحن في تكتل الجزائر الخضراء نطالب بخطة عملية شاملة من أجل تجسيد مسار التعريب المسكوت عنه الذي يضمن لنا هويتنا وصدق انتماءنا، وخاصة في المعاملات الرسمية والقضايا العامة. معالي الوزير، في محور تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، ما عرض في هذا المحور لا يرتقي إلى المستوى المرجو، ونحن في تكتل الجزائر الخضراء نطالب بصلاحيات أوسع للبرلمان، صلاحيات أوسع للجان البرلمانية وخاصة في التحقيق، صلاحيات وتعزيز أيضا الأدوات الرقابة للحكومة، فإننا نعتقد أن قوة الحكومة مرتبط بهذه المؤسسة التشريعية. أعطي على سبيل المثال: في العهدة السابقة لجنة برلمانية زارت واستطلعت وتفقدت ولايات كثيرة ومنها ولاية معسكر، وتفقدت كل المستشفيات، لجنة الصحة تفقدت كل المستشفيات ووضعت يدها على الاختلالات والانشغالات والنقائص وكل ما تحتاجه الولاية في المجال هذا، ولكن لم يسمع لها على الإطلاق. ذكرت لهم الكوارث في المستشفيات، ما زال لحد الآن مبنية بالبناءات الجاهزة، ما زال الأخصائيين غير موجودين في كثير من المستشفيات، ما زالت المستشفيات تقدم خدمات رديئة للمواطن، ما زالت المستشفيات تعاني من كثير من القضايا، وأضف على ذلك الأدوية وغيرها. معالي الوزير، في مجال عصرنة الإدارة العمومية وفي مجال تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، المخطط أشار إلى مبادرة هامة مركزة على انشغال المواطن والعصرنة وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن. نحن في تكتل الجزائر الخضراء نقترح إعادة بعث مشروع الحكومة الإلكترونية إذا أردنا أن تكون لدينا إدارة عصرية ونتمكن من المواكبة، كما أرجو أن يكون إعادة بعث برنامج أسرتك. هذه الفكرة الطيبة الذي جاء بها الوزير السابق، ولكن نحن في تكتل الجزائر الخضراء هذا المشروع لا يجد نفسه على الميدان إلا إذا اعتبرنا القروض الحسنة الخالية من الفوائد واحترمنا الشعب المسلم، الشعب الجزائري المسلم، ولا نحرم الكثير من العائلات ونغضب الله تبارك وتعالى في هذا المشروع. معالي الوزير، في محور ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، نسجل حسنية الحكومة في مواصلة وتعزيز الجهود الرامية لاستحداث 3 ملايين، ولكن يغيب في المخطط تغيب الأرقام وتغيب الإحصائيات. ماذا استحدثنا من مناصب شغل، وكم يبقى من منصب
شغل معالي الوزير الجديد نطلب منه أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الإحصائيات التي تروج هنا وهناك أن نسبة البطالة 10%، وفي الوقت تجد إسبانيا تشير إلى نسبة. سيد النائب على هذه الملاحظات والاقتراحات.